الجروح اللي هنتكلم عنها هو جرح الخيانة أو الغدر أو جرح الثقة أو كسر الثقة أو جرح الخذلان، كلها مسميات لجرح واحد. واللي عنده الجرح ده بيبقى عنده جرح الهجر. هما جرحين مرتبطين ببعض، اللي عنده الخيانة عنده الهجر، واللي عنده الهجر عنده جرح الخيانة. الجرح ده بينشأ عندنا لما كنا أطفال، لو كان الطفل مننا شهد مشاكل ما بين الأب والأم وحصل خلالها إنهم قللوا من قيمتهم لبعض، أو كان سوء معاملة الأب والأم لبعض، أو حصل اعتداء لفظي أو جسدي على أحدهما أو كلاهما على بعض. الطفل هنا اللي بيشاهد ده بيحس إنه اتعرض للغدر أو الخذلان أو الخيانة من الاتنين، وخاصة من الجنس المقابل. يعني الابن بيشعر بالغدر من الأم، والبنت بتشعر بالغدر من الأب. واللي بيعمق الجرح ده أكتر ان بيبقى احنا عارفين ان البنت بتبقى متعلقة اكتر بباباها، والابن بيبقى متعلق اكتر بالام. فلو حصل عنف او قسوة على الطفل من الشخص المتعلق بيه اكتر، ده بيعمق جرح الغدر او الخيانة اكتر. يعني لو الام قست او عنفت الابن، او البنت اتعنفت او قسى عليها ابوها. وعشان يحتمي الشخص من ألم الجرح ده، عقله اللاواعي بيخلق له قناع اسمه قناع المتحكم أو المسيطر. المتحكم أو المسيطر ده شخص بيحب يتحكم في الجميع وفي نفسه في كل شيء، وبيكبت نفسه وبيكبت المحيطين بيه. هو إنسان عنده الشعور بالمسؤولية، ده شيء مقدس، وأي إخلال بالمسؤولية من ناحيته أو من ناحية الآخرين فده بالنسبة له كأنه خيانة عظمى. اللي عنده الجرح ده دايما بيظهر قوة وجبروت، ودايما بيظهر كده انه انسان قوي، انسان بيتحمل كل شيء، وانسان قد المسؤولية وزيادة، وانسان دايما بيحب يعرض تقديم خدماته كده على الاخرين، وبيحاول يجذب انتباه الاخرين حتى في الحوار. يقول اسمعني، ركز معايا، خلي بالك معايا، عشان يجذب انتباه المستمعين ليه. هو إنسان منظم في أفكاره وفي تصرفاته، والوقت عنده مهم جدا، ومواعيده مظبوطة وفي وقتها تماما. لأن هو إنسان كمان بيحب يطبق القوانين بحذافيرها، وبيحرص كمان إن الآخرين يطبقوا القوانين. كمان بيحب التخطيط، وكل حاجة عنده لازم تبقى متخططة كده مسبقا ومعمول حسابها من قبلها. وهو إنسان نظرته في الحياة كده يا إما أبيض يا إما أسود. من أكتر صفاته إن هو شخص لا يثق بأحد. أول ما نلاقي شخص يقولك انا ما بثقش في حد ابدا، اعرف على طول انه دي علامة جرح الخيانة او جرح الغدر عنده. ليه؟ لان هو ما بيثقش بحد عشان ما يتعرضش للخيانة مرة اخرى، كحماية لنفسه من اعادة الالم القديم. وانه كمان ما عندوش صبر، انسان ما بيتقبلش خوفه وما بيتقبلش اخطائه. اكتر الاشياء اللي بتوقظ جرحه العميق اللي بداخله، اللي موجود من الطفولة، واللي طبعا اتعمق بمواقف تانية كتير، من اكتر الحاجات اللي بتعمق الجرح وبتظهره جدا هي مواقف الكذب، مواقف الخيانة، مواقف الضعف ومواقف الجبن، ومواقف العنف. كل المواقف دي بتوقظ فيه الطفل اللي كان عاجز وضعيف لما كان لسه صغير، وقت ما حصلت مواقف شبه دي في الماضي وما قدرش يتدخل، وكان وقتها بيصرخ من جواه عشان يوقف العنف اللي قدامه او العنف اللي تعرض له، وما قدرش وقتها لا فكريا ولا جسديا ولا مشاعريا انه يدافع او انه يوقف اللي بيحصل ده وقتها. وإنسان بيظهر بمظهر القوة. ليه؟ لأن القوة اللي بيظهر بيها دي هي بتخفي ضعفه وعجزه. في طفولته كان ضعيف وعاجز أمام مواقف العنف اللي شافها، ولأنه كمان رفض الجبن اللي شافه من أحد الوالدين قصاد الطرف التاني. وكمان دايما بيخفي ضعفه وعجزه بالاهتمام الزايد بالآخر. كمان هو إنسان نشط وديناميكي، بيحب الحركة، ما بيحبش الكسل، ولا بيتقبل أصلا فكرة الكسل لا من نفسه ولا من الآخرين، وما بيحبش البطء. ولو طلب حاجة من حد بيحب إنها تتعمل في الحال وفي التو وفي اللحظة. حتى لو حد طلب منه حاجة برضه هو بيحب يعملها على طول في الحال. كمان الإنسان اللي عنده الجرح ده بيبقى سريع الغضب، وأحيانا بيظهر إنه شخص هادي لأنه بيبقى متحكم في ذاته. بس بمجرد ما يحصل موقف يفعل عنده الجرح القديم، زي ما قلنا مواقف العنف، مواقف الكذب، مواقف الخيانة، فبيفقد أعصابه وقتها، وبيفقد تحكمه بذاته وبأعصابه.
كمان هو إنسان بيسعى للوصول إلى الكمال والمثالية في كل شيء. كمان هو إنسان ما بيظهرش مشاعره وبيتحكم في نفسه، بيتجنب يظهر مشاعره. ليه؟ لأنه بيعتبر إن إظهار المشاعر دي ضعف، وهو ما بيحبش الضعف، لأن هو أصلا بينكر الجبن وبينكر الضعف اللي شافه في طفولته من أحد الوالدين، فعشان كده بيحب بيظهر بمظهر القوة والتحكم والسيطرة. وكمان بيخاف انه لو اظهر مشاعره للطرف الاخر، لان ممكن الطرف الاخر يخونه ويخون ثقته فيه، وبالتالي يفعل عنده الالم اللي عاشه من طفولته بقوة. كمان هو انسان مقتنع دايما ان هو على حق، وانه دايما هو رأيه هو الصح، ويفرح قوي لو صار نقاش بينه وبين حد وطلع بعد كده انه كلامه هو الصح، او ان رأيه هو طلع هو الصح. وكمان بيعمل كل ما في وسعه في سبيل انه يقنع اللي قدامه برأيه. وكمان هو اصلا عنده قدرة على الاقناع وعنده فصاحة في اللسان. وكمان هو بيحب يقوم بكل مهمة بنفسه، ولأنه بيخاف انه يوكل مهام دي لحد انه يفقد ثقته فيه. فنادر لو كلف حد بمهمة، ولو كلفه بيبقى مش واثق انه هيأديها زي ما هو عايز بالظبط. كمان هو إنسان عنده القدرة إنه يتعلم بشكل كبير وبشكل سريع، وإنه كمان يتعلم أكتر من حاجة في نفس الوقت، وعنده سرعة بديهة وعنده ذكاء وحضور. كمان بيبقوا ناس عندهم حضور، ملفتين للنظر وللانتباه، وبيحبوا يكونوا محط أنظار الناس. ومن الحاجات اللي بيعتبروها خيانة عظمى كده ان هم لو راحوا مكان والمكان ده ما ادولهمش الأهمية والاهتمام والانتباه الكافي اللي هم كانوا عاوزينه. أكبر خوف للي عنده جرح الخيانة أو الغدر هو الخوف من الانفصال أو الخوف من الفقد. ليه؟ لأن الانفصال بيعتبره خيانة، بيعتبره عدم تحمل مسؤولية وخيانة للدور اللي لازم يقوم بيه الشخص. وكمان لأن الزواج عنده شيء مقدس، فمهما حصل هو ما بيعترفش بالانفصال، حتى ما في أحيان كتيرة بيكون الانفصال هو الحل. لكن الشخص المجروح من جرح الخيانة من طفولته بيرفض تماما الانفصال، لأنه بيعتبر الانفصال خيانة لعهد وخيانة لمسؤولية. كمان اكتر حاجة بيحتاجها اللي عنده الجرح ده هي الثقة. ليه؟ لان هي عكس اللي بيظهره دايما، ولانه انسان ما عندهوش ثقة لا في ذاته ولا في الاخرين. ما هو عدم ثقته في ذاته، فبالتالي تبع ليها ان هو لا يثق في الاخرين. عشان كده هو من اكتر الاشخاص اللي بيتعرضوا للخيانة وللانفصال، لان هي اكتر حاجة بيخاف منهم، فهي اكتر حاجة بيجذبها في حياته. وهو انسان بيعطي، لكنه في العادة بيطلب المقابل وبينتظر المقابل. كمان الجرح ده ممكن يكون نشأ في الطفولة نتيجة ان احد الوالدين اخلف وعوده المتكررة للطفل، او ممكن كمان انه اتعرض لفقدان الحماية والدعم والسند في وقت كان محتاجه وهو طفل، فتعرض للخذلان لانه كان بيعتمد بشدة على الاب او على الام، او كانت الاب او الام مثلا غير متاحين عاطفيا ليه. من الحاجات برضو اللي بتنشئ عنده الجرح ده انه يكون شهد تناقض في الكلام والفعل ما بين شهد تناقض ما بين الكلام والفعل، سواء عند الام او الاب او الاشخاص اللي قاموا بتربيته في الطفولة. فده ولد عنده افكار انه الامان مش مضمون، وان الثقة ممكن تتكسر في اي لحظة، فعمل عنده جرح الخذلان. كمان من آثار الجرح ده في العلاقات انه بيبقى حتى لو في علاقة آمنة او علاقة موجودة صحية، برضو بيبقى في جزء جواه منتظر الخيانة في اي لحظة. يعني الألم القديم بيفضل يفكر عليه في كل لحظة حتى لو في وضع آمن. كمان من الآثار انه بيخاف من القرب العاطفي الحقيقي، فبيفتح قلبه جزئيا بس ما بيقدرش ينفتح بقلبه كليا في العلاقات. ليه؟ لانه بيبقى خايف انه تنكسر ثقته زي زمان ويتعرض للخيانة مرة اخرى. كمان برضو بيكون بيعمل محاولات كده انه يختبر الطرف الاخر باستمرار، يراقب، يحلل، يسأل كتير. المهم انه بيكون بيحاول يبحث على دليل كده على الخيانة اللي هو متوقعها انها تحصل في اي لحظة. خوفه هو اللي بيحركه دايما. بيبقى عنده فقدان للأمان كبير جدا، وبيبقى عنده غيرة برضو مفرطة.
برضو احيانا بيهاجم او ينسحب قبل ان يتأذي من الخيانة، لان هو متوقعها في اي لحظة، وكأنه بيقول للطرف التاني انا مش هسمح لك ان انت تغدر بيه، فانا اللي غدرت الاول. طبعا من اصعب الحاجات برضو ان هو بيكرر نفس التجربة بدون وعي. يعني بيجذب اشخاص او شركاء يخونوه او يشعروه بالخذلان باستمرار، بيكرر التجارب دي لان الجرح عنده بيعيد تكرار نفسه عشان يفكروا ان هو كده في وضع ضد الفطرة، عشان يرجع للاتزان ويرجع يحط ثقته من تاني، وعشان يحرر المشاعر القديمة ويرجع لفطرته النقية، عشان يبقى تنبيه ليه انه يفهم نفسه ويفهم جرحه ويبدأ اصلاح ذاته، وانه يرجع يتزن نفسيا من تاني.